السلام عليكم. النهارده هاخدكم بجولة لمدينة فينيس. أنا عارف المدينة دي جميلة، أنا بعشقها بصراحة، بس المرة دي عشان حدث مهم جدا وهو بنالي العمارة النسخة 19. أنا عارف دايما لما بقعد في فينيس بغلط الغلطة دي، بقعد في مدينة بره اللي هي ميسترا وباخد القطر كل يوم أتحرك لمدينة فينيس. طبعا القطر بياخد 5 دقايق بالظبط، بس بخرج بره المدينة خالص وبرجع عليها. لسه واصل المحطة بتاعت القطر بتاعت فينيس سانت لوشيا، واروح بقى احجز تيكت 3 ايام. من قدام المحطة الرئيسية على طول أخدت المركب لحد المحطة اللي هنزل فيها، وهي محطة أرسنالي اللي موجود فيها المعرض الرئيسي للبنالي. هستغل الوقت بقى في الطريق وأكلمكم عن مكانين مهمين في البنالي. المكان الأول هو أرسنالي، المكان التاني هو جارديني. الأول أرسنالي هو المكان اللي فيه المعرض الرئيسي الخاص بالبنالي، وفي برضو بعض البافيليونز الغير دائمة لبعض الدول بتعرض هناك. وفي مكان تاني اللي هو جارديني على بعد 15 دقيقة من مشي منه، بيكون في المعارض الرئيسية الخاصة بكل بلد، ولازم يكون هناك معظم المعارض هناك أو كل المعارض هناك هي معارض دائمة. ومصر على فكرة عندها معرض دائم برضو هناك. أنا بصراحة قلت استغل الفرصة واصور كل حاجة واعمل لكم عرض كده للشكل الزيارة نفسها وايه اللي موجود، عشان تاخدوا فكرة كمان عن حدث كبير زي ده. وصلت دلوقتي عند محطة أرسنالي والجو تحفة، والحمد لله مفيش ناس كتير لأننا حاليا في المرحلة اللي هي قبل الافتتاح، لأننا شاركنا السنة دي بمقترح وجات لنا دعوات خاصة للحضور قبل الافتتاح. ففي معانا 3 أيام بالظبط قبل الافتتاح، وحتى تقريبا دول بيكون فيهم الزحمة قليلة والضغط بيكون قليل على زيارة البنالي. هستغل الدقيقتين دول واكلمكم بسرعة عن الموضوع الأساسي بتاع البنالي. كارلو جاتي هو المعماري المشرف على البنالي، وحط ثيم عام للموضوع البنالي. يعني الكلام ده انا نقله بالظبط منه مش من عندي. تغير المناخ مش تهديد مستقبلي، بس ده واقع احنا بنعيشه دلوقتي. وطبعا بيودينا لفكرة ان العمارة لازم تكون مهيئة ان هي تتكيف مع التغير اللي حاصل دلوقتي. بس بيقول التكيف ده مش مجرد ان هو هيجي من عبقرية شخص فردي، ان هو هيجي فكرة ويقول هتحل كل حاجة، بس ده هيكون جاي من تفكير جماعي او بشكل كولكتيف. عنوان الثيم العام هو Intelligence Natural Artificial Collective، وده طبعا بيتكلم بشكل رئيسي على فكرة ان الذكاء مش هيجي بشكل فردي، بل هيجي بشكل جماعي بشكل كولكتيف. ومن اشكال الذكاء ده الطبيعي natural، الصناعي artificial، الاجتماعي اللي هو collective او جاي من التفاعل الجمعي. العمارة مش محتاجة حلول ثابتة ريجيد، لازم تكون في أنظمة مرنة عشان تتكيف وتتعامل وتتغير مع التغير اللي حاصل دلوقتي. فده الموضوع العام اللي بيتمحور حوالينه الثيم بتاع البنالي. المشاركات اللي معمولة موجودة في المعرض الرئيسي في أرسنال جت من دعوة لمشاركة عامة من كارلو راتي بنفسه، وبالتالي هو اختار مجموعة متنوعة وكبيرة جدا جدا من المشاريع المعمارية، من الافكار، من التكنولوجيا، من حتى الابحاث والريسيرش عشان يعرضها في المعرض الرئيسي. الغرفه الاولى في المعرض الرئيسي كانت مخيفه جدا، كانت حر جدا، ضلمه، فيها تجسيد على فكره التغير المناخ. اول ما دخلت اصلا حسيت ايه المكان ده. المكان فيه وحدات تكييف متعلقه. طبعا الرساله الموجهه الرئيسيه هي فكره تاثير تغير المناخ على المدن بشكل وحدات التكييف، استهلاك الطاقة، وفكرة ان في بركة اصلا موجودة، اكن في انت مغمور بالمية والمية واصلة لحد متر، ارتفاع متر. فاول ما بتدخل خالص بيكون في رسالة قوية جدا للجمهور عن فكرة خطورة تغير المناخ. من هنا بقى بداية المعرض وهو بيتماشى مع الثيم العام natural او natural intelligence. ولفت انتباهي جدا استيشن معمول من كينجو كوما اللي هو موجود بالخشب ومتراكم. شكل الانستيشن نفسه عجيب بصراحة. موجود فيه كونكشنز كده معمولة ب 3D printing. في الأول ما كنتش فاهم الفكرة، بس في جنبها على طول شاشة بتشرح الفكرة. والمشروع بيطرح فكرة لطيفة جدا، وهي إن العمارة لازم تعيد تعريف نفسها في ظل التغيرات المتزايدة أو التحديات المناخية المتزايدة. مشروع اسمه Generated Living Structure Domino 3.0 بيحول آثار الكوارث الطبيعية دي لفرصة لإعادة البناء بشكل مستدام، بالتحديد بعد العاصفة اللي ضربت شمال إيطاليا في 2018 وسببت سقوط آلاف الأشجار. المشروع ده بيعيد بقى استخدام الأشجار دي بشكل ما في البناء، لشكل الأشجار المتساقط ده
وان في كونكشنز كده هيطبعوها بتحاول 3D printed object كده عشان تكون هي الجوينتس اللي هتتعمل تربط ما بين الاشجار اللي هتتجمع عشان تعمل في الاخر شكل structure موجود. الفكرة حلوة، بس التنفيذ بتاعها انا شايف ان هو يعني مش عارف بعد كده ممكن يتعمل بيه مبنى ازاي او يتبنى بيه ازاي، بس الفكرة لطيفة جدا. المشروع ده لطيف جدا برضو، وطريقة العرض جميلة جدا. المشروع اسمه Grounded Growth، بيكشف او بيستعرض قصة المياه الجوفية اللي هي الاكوفايرز، اللي تعتبر من اكبر خزانات المياه العذبة الموزعة في العالم. دي القاعة التانية. المفروض ان القاعة دي من البنالي المعرض installations، كل واحدة برضو related للثيم العام بتاع المعرض. بصراحة في مشاريع كتير جدا جدا ومشاريع متنوعة بصراحة. انا حاولت ابص على الحاجات المهمة، في حاجات صراحة حلوة قوي. برضو الانستليشن ده شكله حلو قوي، هو تركيب معماري كده من الياف طبيعية منسوجة بال 3D printing. التركيب ممدود بتنسال ستراكشر بين أعمدة الأرسنالي داخلي، وقابل للفك والتركيب وإعادة الاستخدام. المشروع ده عجبني برضو، وعجبني طريقة العرض، وهو اسمه إعادة توجيه مناخي أو Climate Realignment. المشروع جاي من بحث من جامعة MIT، بيشتغل على استراتيجيات لتعديل المباني القائمة عشان تتكيف مع آثار التغير المناخي، خصوصا في المناطق الدنس أو الحضرية الكثيفة. استخدام حلول بسيطة جدا زي التهوية الطبيعية والتظليل، وإعادة تهيئ المباني القديمة للتكيف مع مستقبل فيه طاقة أقل وتغيرات مناخية أكبر. الانستليشن ده جميل جدا برضو، اسمه The Elephant Chapel، وهو بيقدم نموذج بصراحة جميل جدا في استخدام مواد طبيعية بذكاء واستدامة، ومطلعة في الآخر architecture وسبيس شكله حلو. وفي النموذج ده مستخدم فيه نوع معين من الطوب الناتج من إعادة استخدام روث أو فضلات الأفيلة. نموذج لطيف جدا وشكله حلو، وحتى التصميم بتاعه شكله لطيف جدا. المشروع بتاعنا يعتبر موجود فين؟ المشروع بتاعنا موجود هنا. المشروع بتاعنا موجود في الحتة دي هنا. وجه الوقت بقى نشوف المشروع بتاعنا اللي عرضناه في المعرض الرئيسي في البنالي السنة دي، وهو مشروع كاريفو بروبياتيك تاور. المشروع كان نتيجة تعاون فريق عمل إسلام المشتولي، ستيفن وعبد الله منياوي. إن شاء الله في فيديو تاني هشرح المشروع ده بالتفصيل، وإيه الفكرة اللي وراه، وكل البرزنتيشن الخاص بيه. ودلوقتي بقى سمعت كلمة من إسلام المشتولي نفسه بيشرح بعض الأفكار الموجودة في المشروع. قول لنا احكي لنا اسلام بعض التفاصيل. I will speak in Arabic, Stephen. So I will speak Egyptian. No, I will speak. Each project start with a very simple story and I think intuition. فابتدينا بطموح بسيط ان احنا ازاي نفكر في مشكلة موجودة locally بس it can touch the globe. فابتدينا نفكر في ان ازاي ناخد مباني زي الووتر تاورز او الاندستريال بيلدينجز اللي عموما موجوده في كل مكان في العالم، ونعمل لها ريبيربس وناد نيو لايف تو ات. لما نبص لحاجه زي المدينه كبيره زي القاهره او معظم العواصم الكبيره بتعاني من مشكله التضخم السكاني والترافيك
والازمات اللي بتحصل في جوه المدن بشكل عام، فبالتالي بيحصل فيه ستريس على المدينه من ناحيه ان الاوبن سبيس بيبقى اقل، الجرين سبيس بيبقى اقل. فاحنا وات اف ان احنا نحول الازمه دي من ان احنا اوريدي الازمه بقت موجوده، ان احنا نبتدي نوجد حلول ليها. فكان احد الحلول ان احنا نستخدم الاكزيستنج ستراكشر. وستيفن هاف ا فيري نايس كوت about not to build at all. What is your best quote about this? The greenest way to build is not to build at all. Yeah. So that's how we started with the project, which was an existing building. Yeah. So and this is part of when we deal with sustainability. Instead of building new buildings, we use which is already exist, and we have millions of them. This was your We have quote. millions of them, exactly. Yeah. So and we said if we can do it in Cairo, we can do it anywhere. دلوقتي دي القاعة الرابعة. أول ما دخلت على طول شفت روبوتات في كل حتة، بارامتريك ديزاين في كل حتة، 3D printed installations في كل حتة. خلينا سكيب بقى. يعني مثلا نشوف البرنس ده. لا مرتين. هو ميمك أي أكشن أنا بعمله. بالظبط معاه خالص. فشل. في برضه الشخص الغريب ده في البيت الفريك. بس اكتر حاجه عجبتني في السكشن ده هو الروبوت اللي فيه ايده وليه ايد وليه وش وليه بيعمل تعبير وجه، بس كل جسمه عباره عن آلة كده وكله حديد. ده صراحه كان شكله مرعب جدا، والناس بتيجي تقف تتكلم قدامه وهو بيعمل معاهم حوار وبيرد عليهم وكده. ده بصراحة أكتر سيكشن ما عجبنيش في المعرض الرئيسي في البنالي، لسبب إن كله حاجات ليها علاقة بالروبوتات، ليها علاقة بال 3D printing وال parametric design. داعي بجد داعي. واو. فيها حاجات حلوة، بس هي كلها عموما عبارة عن سمارت تكنولوجي، سمارت ماتيريالز، روبوتكس. يعني في روبوت طايرة هو متفهمش هو بيعمل alterations infinite alterations. عدد لا نهائي من البدائل. القاعة التالتة حاسس إن هي فيها أكتر materiality، التكنولوجي بتاعت الماتيريالز بشكل عام. ده بقى اللي عجبني جدا، بس اللي هي زي barometric bricks كده، ليها shape و form texture tough جدا،
الملمس بتاعها خشن أوي، محطوطة فوق بعض وعاملة تشكيلة حلوة أوي الصراحة. يعني الطوبة واقفة لحد هنا، وبعد كده في جزء مكمل بالبارامتريك ملزوق عليها. الفكرة دي لطيفة أوي برضو، بيتكلم على إن هو يحط ستيل في مش كده، وبالتالي تقدر تشكل أي شكل أنت عايزه، بعد كده تحطه في المية، وبعد كده يقدر يعمل البروسيس نفسها، والبروسيس نفسها تخلي الشيب نفسه يكون أجمل، أو شبه يكون أجمل من الكونكريت، أو تقريبا في نفس قوة الخرسانة العادية. هنا في روبوت ارم، مش عارف هو بيعمل ايه، بس قاعد بيحط ساند. I think ان هو بارتيكل صغيرة جدا. ده بقى اللي انا ما بحبوش حاجات كلها مطبوعة بال 3D printing. بيزد على ايه؟ لازم بقى تقعد تتفرج وتشوف. هنا تقريبا بيزد على الافكار دي، بس انا الحاجات دي ما بحبهاش الصراحة خالص. شكله حلو قوي. عجبني قوي برضو البريكس دي. البريكس كلها مطبوعة بشكل ما، واخدة الفورم والشيب دي، ومجوفة أظن مجوفة، وعاملة شكل عجيب بصراحة. أظن ده عجبني جدا بصراحة. الثيم بتاعه الجزء من الفينالي، الثيم الرئيسي منه collective human collectiveness. السكشن ده بقى من أكتر حاجات اللي كان بالنسبة لي interesting وفيها أفكار حلوة. طبعا أول ما تدخل على طول من السكشن ده بتشوف اللاند مارك بتاعت البنالي السنة دي، وهو إن في روبوت أرم في النص، وفي ناس كرافتسمان بيحفروا في الخشب. فكرة كان عملها مكتب بيج، الانتجريشن ما بين الروبوتكس والهيومن هاند كرافتس أو كرافتسمانشيب. شكلها انترستنج، شكلها غريب في الحقيقة، لأن طبعا الكرافتسمانشيب أجمل بكتير جدا في حركتها وتنفيذها وصعوبة تنفيذها، والروبوت أيون بس قاعد بينظف كده، بيمشي بينظف. عجبني جدا design for communities، عبارة عن elevated kitchen provide 300 daily meals to school children. حلو قوي، بسيط. انا في السكشن ده كان في مشاريع كتير حلوه قوي معروضه ليها علاقه بالمساهمات المعماريه او التدخلات المعماريه البسيطه اللي بتتعمل في بيئات ومجتمعات في اشد الحاجه للتدخل بالشكل ده. فانا عجبني جدا السكشن بتاع كولكتيف، مجموعه المشاريع اللي عرضنا كان فيها افكار كتير جدا متنوعه وحلوه. طبعا بقى نيجي للمشروع المهم جدا بتاع لينا الغطمه، اللي هو بتاع إرمي. لو كاربون فرنش لو كاربون فاكتوري، موديل كبير جدا. دلوقتي المشروع ده شكله حلو. حلو اوي فكرة الوولز اللي عاملة كده. ده مشروع حلو قوي ده. هنا برضو زي gathering space تقريبا، ده زي small auditorium موجود فيه قعدات، وموجود فيه المشروع ده بتاع الدرعية Art Futures. فكرة البرزنتيشن بتاعه مختلفة خالص، عاملين الماستر بلان موديل، فيزيكال موديل، والمشروع نفسه، وحاطين صورتين حلوين اوي للمشروع. Think that
catch the attention, and then are you ready for the renovation or be prepared for renovation? That could be the second tagline. It embraces also the conservative building stock, etc. So, but I think there we had a discussion with our agency, and there is considered more positive transformation. المشروع ده لطيف برضو جدا من أليخاندرو أريفينا اللي كان حاصل على جائزة بريتسكر. المشروع ده كان بيتكلم عنه كونكريت أو نت زيرو كونكريت، تكنيك موجود في إعادة استخدام الخرسانة بشكل ما. فكرة المشروع ده برضو من أسبانيا، مشروع جميل جدا بيتكلم على تحسين الإسكان الاجتماعي أو الجماعي social housing. بعد الحرب التصميم يعتبر معتمد على فكرة الأوبن سيستم، إن هو قابل للتكيف على حسب السياق، في سهولة الفك والتركيب والاعتماد على الخشب في البناء كنظام رئيسي للبناء، في برضو circularity والمرونة في إعادة استخدام المواد البناء بعد كده. المشروع ده لطيف برضه من تصميم كارلو راتي اللي هو المشرف الرئيسي على البنالي، والمشروع اسمه أكوا براسا. هو هيبقى زي ساحة أو المشروع عموما هيكون جزء من جناح إيطاليا في مؤتمر المناخ كوب 30 اللي هيتعمل في البرازيل، والمشروع بعد كده هيتحول لمساحة دائمة أو مساحة مجتمعية دائمة. والمشروع فكرته برضه شبه فكرة الجناح اللي في الأول خالص وبداية الدخول، تحس انه منطقة كده مغمورة بالمية والمساحة المتحف نفسها او المساحة المجتمعية نفسها محفورة جوه المساحة دي. فكرته لطيفة جدا. لسه مخلص دلوقتي، نرتاح شوية من الجو، انا تعبت بصراحة. قعدت حوالي ساعتين، لا ساعتين ايه، انا قاعد من الساعة، انا واصل الساعة 10 ومخلص دلوقتي الساعة 3. لفيت شوية كويسين جدا على اللي موجود في المعرض. كنت مبسوط جدا بصراحة ان انا قابلت اسلام المشتولي. اسلام قابلته قبل كده في دبي، كانت فرصة حلوة قوي ان احنا نتقابل ومشروعنا موجود وحاضر ومعروض. قاعدين على طول مارينا تبسم وقابلنا على طول رينزو بيانو. وقابلت كمان في الطريق كده كينجو كوما كان واقف، تعالى اتصور معاك خش. كان عامل برضو كده انستليشن شكله لطيف قوي وفكرته حلوه جدا برضو صورتها. طبعا لينا يعني بجد انا فخور جدا ومبسوط ان احنا لينا حاجه اتعرضت في مكان زي ده وسط ناس، ففي معارضين كتير قوي كانوا حاضرين، وشرف ان انت تكون معاهم وسطهم، فاهم، بتنافس موجود على المنصه دي. انا شايف ان هي فرصه كويسه جدا. بعد كده الواحد ممكن يديها اعتبار ويديها اهميه ان هو يحاول يقدم شغله، ان هو يتعرض في حدث مهم جدا زي البنالي ده. المعرض ده موجود في ارسنالي اللي هي الجزء الاول في اللي انا جيت على طول بارسنالي، وبعدين مشيت حاجه بسيطه وصلت للمعرض ده، مكان كبير جدا جدا فيه انستليشنز مختلفه. اظن انا محتاج اجي مره تانية لان في مكان هناك للمعارض اللي مش دائمه. الشمس طلعت، كان الجو الصبح وحش قوي بصراحه، الشمس طلعت دلوقتي والجو بقى حر شويه. دلوقتي هفكر ارتاح شويه وافصل. تالي طبعا اروح اكل، المفروض بعد كده اتحرك على المكان التاني اللي هو فيه البافيليونز بقى بتاعت كل بلد وكده. ده مختلف عن طبعا اللي هنا. هحاول النهارده اتفرج على كذا بافيليون وبكره اكمل ان شاء الله.